كلمتين في سرك، برنامجنا ما بيقولش جديد بس بيفكرك باللي انت ناسيه، ما بيخلقش حاجة حواليك بس بيخليك تبص بعين مختلفة ومن زاوية جديدة. كلمتين في سرك مع شذى الجمال على راديو كامل، محطة على المحطة. ممكن تكون ظروفك صعبة وممكن تكون حاولت محاولات كتير والنتيجة قدامك كلها بتدور حوالين صوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وهو بيقول فطريقك مسدود مسدود. ممكن تكون فعلا شايف الحياة من الزاوية دي، بس واحد تاني مر بظروف أسوأ شوية من الظروف اللي بتمر بيها وكانت وجهة نظره إن النجاح اتأخر شوية. هو كافح وصمم وأصر على النجاح وانت استسلمت لليأس. الظروف اللي بنمر بيها في حياتنا صعبة فعلا، وحياتنا ما بتكونش على هوانا. الغني محتاج الصحة، والسليم محتاج الحب، واللي بيحب محتاج فلوس، والمشهور محتاج الستر. كلنا ناقصنا حاجات وكلنا بنتعرض لأزمات، لا انت أول واحد ولا آخر واحد الظروف حطيته في مشكلة وما كانش لاقي لها حل. بس ممكن الزاوية اللي بتبص منها للمشكلة تكون هي المشكلة فعلا. حاول تبص بزاوية تانية، زي عمنا صلاح جاهين ما قال: يأسك وصبرك بين إيديك وانت حر، تيأس ما تيأس الحياة راح تمر. أنا دقت من ده ومن ده لقيت الصبر مر، وبردك اليأس مر. وعجبي. تعال بقى اسمع مني الحكاية دي. كان في حكيم صيني، كان الناس بيروحوا يشتكوله من همومهم ومتاعبهم في الحياة، ومن كتر الشكاوى اللي كان بيسمعها حب يعلمهم حكمة. طلب من كل واحد منهم يكتب شكوته في ورقة ويحطها في الصندوق اللي موجود قدامهم، وبعد أسبوع هيلاقي حل لمشكلته. كل واحد منهم عمل كده فعلا، وحضروا كلهم بعد الأسبوع عشان يشوفوا الحل. كلهم اتفاجئوا بأن الحكيم طلب من واحد منهم يفتح الصندوق ويختار مشكلة من المشاكل اللي موجودة فيه ويبدلها بمشكلته. يعني واحد مريض مثلا يختار انه يبدل مشكلته بمشكلة واحد تاني هيطلق مراته، او واحد مديون يبدل مشكلته مع مشكلة واحد فقد شخص عزيز عليه. النتيجة كانت ان ما فيش ولا واحد منهم قبل بمشكلة تانية غير مشكلته هو. ودي كانت الحكمة اللي كان عايز الحكيم يعلمها لهم. الحكمة دي اللي قالها المصريين في أمثلتهم الشعبية: اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. كلمتين في سرك، طول ما انت عايش خلي عندك أمل وما تستسلمش. كنتم مع كلمتين في سرك مع شذى الجمال على راديو كامل، محطة على المحطة. راديو كامل، محطة على المحطة.